خلينا نتكلم شوية عن أخبار النادي الأهلي وفي انتظار الأخبار السعيدة والتي أتمناها تكون قريبة، الخاصة بالتعاقدات والصفقات، لأنه جماهير النادي الأهلي على أحر من الجمر في انتظار الصفقات والتعاقدات الجديدة. كل شوية أقرأ مش عارف نادي في السنغال، نادي في البرتغال، نادي في النمسا، نادي في سويسرا، نادي في المجر، نادي في فرنسا. لو احنا مشينا ورا كل الاسماء اللي جت دي هلاقي عندي حوالي بجد 28 اسم، انا حصرتهم حوالي 28 اسم النادي الاهلي بيخلص معاهم وكلهم جايين يعني. فالنادي الاهلي ليه 2 اجانب او 3، 2 في حاله قيد علي معلول، 3 في حاله عدم قيد علي معلول. اتمنى ان يكون 2، واتمنى كل يوم اقول اتمنى ان علي يكون في قائمه النادي الاهلي. فنحن في انتظار الاعلان، القرار، الخبر اليقين من المسؤولين في النادي الأهلي عن صفقات جديدة. وأرجع تاني أقول أن هذا طلب منطقي وشرعي لجماهير النادي الأهلي، وأن جماهير النادي الأهلي كل يوم تنام وتصحى في انتظار هذا الخبر. ده أمر واضح تمام. وأنا على فكرة الكلام اللي بقوله بالليل ما بغيروش الصبح، اللي بقوله الصبح ما بغيروش بالليل. قد تكون في بعض التفاصيل بحاول أوضحها بس وأقولها للناس لما باخد ردود من البعض يعني. فننتظر ان شاء الله